بعد ما تاليا كسبت المسابقة، الدنيا ما اتقلبتش فجأة جنة. أخدت كورسات وأدوات جديدة، بس المشاكل القديمة لسه موجودة. في الكورس أغلب البنات لابسين شيك، معاهم آيباد وبيحكوا عن معارض وسفر، وتاليا كانت ساكتة ماسكة أدواتها الجديدة بخوف، كأنها ممكن تضيع منها في أي لحظة. كانت حاسة إنها مش في مكانها. مرة واحدة ضحكت وقالت لها: "انتي موهوبة قوي، غريبة إنك طلعتي من مدرسة حكومي." الكلمة دخلت في قلبها زي الدبوس. رجعت البيت يومها وما رسمتش. قعدت تبص في السقف وتفكر، هو النجاح ده لينا بجد ولا احنا بس ضيوف عليه شوية؟ وفي نفس الوقت باباها تعب وقعد من الشغل فترة، والفلوس قلت أكتر. مامتها قالت لها بهدوء موجوع: "ممكن تضطري تسيبي الكورس لو معرفناش نكمل." الكلمة كانت تقيلة قوي. تاليا فكرت تسيب كل حاجة وترجع زي الأول، بس وهي بترتب شنطتها وقعت إيدها على الرسمة اللي كسبت بيها المسابقة. افتكرت نفسها وهي واقفة وإيدها بتترعش، وبرضه قدمت. تاني يوم راحت الكورس واستنت المدربة بعد الحصة، وقالت بصوت واطي: "أنا ممكن ما أقدرش أكمل، بس الرسم هو الحاجة الوحيدة اللي بحبها." المدربة شوية وبعدين قالت: "تحبي تشتغلي معايا؟ تساعديني في تجهيز الأدوات للأطفال ونحسبها بدل المصاريف." تاليا خرجت من المكان وهي مش حاسة برجليها من الفرحة. بدأت تشتغل وتتعلم في نفس الوقت، وبدأت ترسم مش بس أحلامها، ترسم وجعها كمان. رسوماتها بقت أصدق، أقرب وأقوى. وفي يوم المدربة صورت واحدة من لوحاتها ونشرتها على النت، وفي أسبوع واحد بس جالها طلبات ترسم بورتريهات. وأول فلوس كسبتها من رسمها اشترت بيها دواء باباها. وقفت في أوضتها على السطوح، نفس الشباك، نفس البيوت، بس هي ما بقتش نفس الشخص. وقالت بهمس: "يمكن النجمة مش دايماً بتنور، بس أنا هفضل أبص عليها."